رونالدو فجرها أمام الجميع. انتهى الفصل، لكن القصة ما زالت مستمرة. هذه هي الرسالة الأخيرة التي تركها كريستيانو رونالدو بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وهذا ما يعني أن قصة رونالدو مع النصر السعودي قد انتهت. فرونالدو قد تلقى إهانات شديدة من جمهور النصر السعودي في الأيام الأخيرة. الجميع كان يطالب برحيله. رونالدو هذا الموسم هو هداف الدوري السعودي، وكان هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي أيضا، وهذه هي المرة الأولى التي قد حدثت بالفعل أن يصبح هداف الدوري العامين متتاليين من نادي النصر السعودي. رونالدو سجل مع الفريق في كل البطولات في غضون موسمين ونصف فقط 99 هدف. هل يصبح الحل مشكلة؟ إذا لماذا ترون أن رونالدو هو المشكلة؟ لا أعلم كيف كانوا يفكرون ورونالدو بيدهم، فهم يمتلكوا الاسم الأشهر في كرة القدم على الإطلاق، وأيضا هداف كرة القدم التاريخي عبر كل العصور. ولكن رب ضارة نافعة، لربما نرى كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، البطولة الأهم في العالم على الإطلاق هذا العام بعد خروجه من النصر. اترك لنا رأيك بالتعليقات، وقل لنا هل خبر وداع كريستيانو كان مصدر سعادة لك أم لا؟ وقل لنا ما الفريق الذي تتمنى أن ترى به كريستيانو في كأس العالم للأندية؟ وإلى اللقاء.